مرحبا بكم على قناتكم بيكي كرة. اليوم نعود معكم للحديث عن مباراة شبيبة القبائل ضد بيبياني جولد ستار الغاني في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز مهم وثمين للكناري بنتيجة 2-0 خارج الديار. بالعودة إلى تفاصيل المباراة، دخل نادي شبيبة القبائل المواجهة بتركيز كبير ورغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في الجزائر. وفي الشوط الأول شاهدنا محاولات كثيفة للكناري. تمكن الفريق من افتتاح التسجيل بعد هجمة منظمة أظهرت مدى تحسن الأداء الجماعي للفريق، اختتمها اللاعب مرغم بهدف أول للكناري. أما في الشوط الثاني فقد عرف كيف يسيره رفقاء القائد بالعيد، وتمكنوا من إضافة الهدف الثاني الذي حسم الأمور ويمنح الأفضلية للشبيبة قبل مباراة العودة. أما بخصوص أداء اللاعبين فقد لاحظنا أن خط الدفاع كان صلبا ونجح في إيقاف محاولات الفريق الغاني. أما في الوسط برز الوافدون الجدد الذي أعطوا حلول هجومية إضافية. الهجوم استفاق واستغل الفرص بذكاء ليؤكد أن الشبيبة قادر على المنافسة بقوة هذا الموسم. بهذا الفوز يخطو الكناري خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا 2025، ويؤكد عودته القارية بقوة. برأيكم هل يستطيع شبيبة القبائل مواصلة هذا الأداء والتأهل إلى دور المجموعات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن الكرة الجزائرية والإفريقية.